جورجينا تكشف كواليس عرض الزواج من كريستيانو رونالدو، خاتم ب3 ملايين دولار. هذا أقل ما يمكنه تقديمه. كشفت جورجينا رودريغيز عن خطوبتها من أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو بعد قرابة 9 سنوات من العلاقة. وقد أعلنت الأرجنتينية البالغة من العمر 31 عاماً الخبر على انستغرام في أغسطس الماضي، حيث نشرت صورة لخاتم الماس كبير مع تعليق: "نعم، أقبل. في هذه الحياة وفيك الحيوات". وكان الثنائي قد التقى الثنائي في متجر جوتشي في مدريد، حيث كانت رودريغيز تعمل بينما كان رونالدو يلعب لريال مدريد. أعلن رونالدو ورودريغيز خطوبتهما في أغسطس، حيث أظهرت جورجينا خاتماً كبيراً يقدر قيمته بنحو 3 ملايين دولار. وكانت قد كشفت سابقاً في برنامجها على نتفليكس I am Georgine أن أصدقائها كانوا دائماً يمزحون بشأن الزفاف، نظراً لطول مدة علاقة الثنائي قبل أن يقرر أخيراً الزواج. اعترف رونالدو نفسه أنه ليس رجلاً رومانسياً عندما بدأت تفاصيل طلب الزواج تظهر. ويبدو أن مهاجم مانشستر يونايتد ويوفنتوس السابق طرح عرض الزواج على جورجينا في 1:00 صباحاً، لكنه لم ينزل على ركبة واحدة. وكشف: "قلت: واو، هذا هو الوقت المناسب لقول نعم. كان الوقت مناسباً. كنت أعلم أنني سأفعل ذلك يوماً ما، لكنني لم أكن أخطط لفعله في ذلك الوقت. لأن بناتي قلن ذلك وأصدقائي كانوا يصورون، كان ذلك ما أردته وقدمت الخاتم. لم أركع على ركبة واحدة لأنني لم أكن مستعداً، لكنها كانت لحظة جميلة. ألقيت كلمة كانت بسيطة، فأنا لست رجلاً رومانسياً. حسناً، أنا رومانسي، لكنني لست رومانسياً للغاية. لست من النوع الذي يجلب الزهور كل أسبوع إلى المنزل، لكنني رومانسي بطريقتي الخاصة. كانت لحظة جميلة وكنت أعلم أنها امرأة حياتي، لذا فعلت ذلك وآمل أنني قمت بذلك بشكل جيد". تزعم تقارير مختلفة أن رونالدو ورودريغيز قد يتزوجان في عام 2026 بعد كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهي بطولة يأمل رونالدو أن يترك فيها انطباعاً كبيراً، مع توقع أن تكون آخر بطولة كبرى له مع البرتغال. شكراً لكم على حسن المتابعة. من فضلكم استنسوا الاشتراك في القناة.